أهلا وسهلا. بقالي فترة بحس إنه آم، بقيت إنسانة عندي بعض من الشيء من اللامبالاة، برود. آم، يعني بحاول إنه ما اديش الحاجة أكبر من حجمها. آم، يعني أنا معروفة إنه أنا إنسانة عصبية وبتحمق بسرعة وبتنرفز بس الحلو بقى انه من فترة لقيت انه ولادي بيقولوا لي ماما، في مصطلح بيقولوه بس انا بصراحة مش فاكراه دلوقتي، بالانجليزي كده بيقولوه بينهم وبين بعض في المدرسة شكلهم او حاجة. لما بيقولوه كده سألتهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده، انتوا يعني انا ماما، يعني لو بتقولوا كلمة مش مظبوطة بليز قولوا لي. لا لا يا ماما، ده معناها ان انتي بقيتي كول، يعني بقيتي ريلاكست، يعني مش بتاخدي كل حاجة على محمل الجدية وكده. ف حسيت انه ايه ده، يبقى انا حاسة صح. يعني مش لاقية فايدة، ما جربت كتير قوي حكاية النرفزة والعصبية والتوتر جزء يمكن مش هنكر انه انا بحاول انه احب ربنا اكتر، باني ابين لربنا انه انا مؤمنة جدا باللي انت كاتبه هو الحلو لينا. والله طلعت نزلت شدت في شعري، ما مش هيغير قدر الله، يعني طول ما ان الانسان بياخد باللي بايده بالمعطيات اللي ربنا مديها له وبيسعى، وربنا كتب حاجة تانية غير اللي الإنسان بيبقى ماشي فيها أو غير اللي بيأمل ليها. يعني بحاول دايما أفكر نفسي إنه عقلنا قاصر، يعني واستيعابنا قاصر. نعمل اللي نقدر عليه وخلاص، واللي ربنا كاتبه أكيد هو الصالح وهو الأحسن وليه حكمة في الدنيا وكده. بحاول أوكل ربنا في أموري كلها. وممكن يكون ده اللي دخل جزء من السكينة عليا، يعني إنه ليه أتنرفز، ليه أتعصب لما تيجي الحاجة، ولو ربنا قدر حاجة مش كويسة هنتصرف في ساعتها، هنفكر وإن شاء الله نلاقي لها حل. الحاجة التانية حالات الوفاة الكتير اللي شفتها وعاشرتها وسمعت عنها. الوفاة الإنسان مش بعمره ولا بصحته ولا بفلوسه، يعني ربنا يقول كن فيكون، خلاص الإنسان يبقى في ذمة الله يعني. فليه ليه 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 أقعد أهري وأنكت يعني لو حد سمع لي قبل كده واحد من الفيديوهات اللي فاتت، انه انا كنت بدقق قوي في التفاصيل بتاعت الحياة، بتاعت الناس، بتاعت تصرفاتهم. اكتشفت انه ما دع الخلق للخالق. انا مالي، انا لا هصلح البني ادم اللي شايفاه وحاجة تانية عندي ان انا مش انسانة مش بواجه، يعني مش هبقى عارفة حاجة مثلا او حاجة مضايقاني وبواجه. طب ايه فايدة بقى ان انا ادي اهتمام للتفاصيل؟ مش بايدي حاجة. ليه ما خليني ريلاكست، بدل لقيت انه الافكت بدأ يبان على ولادي. انا لازم اعرف المصطلح اللي بيقولوه ده، هعرفه لكم. يبقى حلو، يبقى ده تغير ايجابي. انا مرتاحة، هما مرتاحين، يبقى برافو تكمل. نقطتي انه مفيش حاجة تستاهل. بايدينا حاجة نعملها. اتقطعت السبل اللي في ايدينا. نطلب من ربنا دايما انه يعيننا ويقوينا
ويمدنا ويهبنا كده من لدنه سلطان النصيرة، ونوكل أمرنا إلى الله. دايما بحاول يعني أذكر نفسي وأذكر ولادي أنه أقداركم من أفواهكم. دايما نحاول حتى الفكر الداخلي بتاعنا بيننا وبين نفسنا يكون إيجابي. أنا بيجيلي أفكار الإنسان مهما حاول الشيطان ممكن يلاقي له مداخل، بيجيلي ويوسوس لي images مش كويسة، تصورات للمستقبل مش حلوة، أحداث ممكن لا قدر الله تحصل، مشكلة ممكن أقع فيها قريب مثلا، يعني حاجات مش لذيذة. وبعدين بقعد أقول لنفسي نوات أقداركم من أفواهكم، حتى لو ما قلناهاش بحركة الشفايف، العقل الباطني هيخلينا to act على اللي احنا متخيلينه ومتصورينه واللي احنا حاطينه في بالنا. في مثل بيقول اللي يخاف من العفريت يطلع له. ليه يعني؟ طب ما نخلينا positive، نخلينا أملنا في ربنا كبير وثقتنا في الله كبيرة، ونتوكل على الله في كل أمورنا، ونبقى relaxed. أنا مبسوطة قوي يا ولادي إن انتوا لاحظتوا الحكاية ديت، وأنا مبسوطة بالتغير. أنا مش باردة ومش عندي لا مبالاة، بس عندي هدوء وسكينة أكتر. عندي إنه الدنيا فانية. مش هقول إن أنا بقيت يعني 100% stress free، لا خالص. ما اعتقدش اصلا حتى بتوع اللي هم اللايف كوتشز واللي بيدوا كورسات وهم ذات نفسهم 100% stress free. ما فيش انسان، ربنا خلقنا في كبد، يعني هو الحياة بتاعتنا هي كده، لازم يكون فيها جزء ستريس. نقطتي اذا ما فيش حاجة في ايدك دلوقتي او ايدك تقدري تعمليها حاليا دلوقتي في اللحظة اللي انت فيها، ليه نعيش في ستريس؟ ليه ما نبصش كده ونقول ايه ده، الحمد لله انا كويسة، عيالي كويسين، احنا مستورين في 4 حيطان. ما نمسكش بقى في حتة ال4 حيطان ديت ايجار مش ملك. طب ربنا ان شاء الله هيفتحها علينا، وباذن الله بدل ايجار يبقى ملك. دلوقتي في مدارس مش كويسة، بإذن الله يدخلوا مدارس أحسن ويدخلوا جامعات أقوى. ودلوقتي احنا مثلا مش قادرين نعمل رحلات ترفيهية، بس ايه ده، بس الناحية التانية الحمد لله احنا كويسين مع بعض في بيت واحد، ما فيش مشاكل كبيرة، ما فيش إقسام، ما فيش قواضي. يعني نبص على النعم البسيطة قوي قوي قوي. ونقطة كمان بحاول أفكرها لنفسي وأعلمها لولادي، إنه الروتين مش وحش. الروتين معنى كده إن أنتي نمتي وصحيتي ومشيتي يومك المعتاد من غير زيادة ولا نقصان، لأنه الزيادة مش دايما بوزيتيف، وحاجة تنقص مش دايما بوزيتيف. لا قدر الله أحداث ممكن تحصل خلال اليوم تطلع الإنسان من روتينه لحتة تانية هو مش مبسوط فيها. الروتين اللي الناس تقعد تقول يومي النهاردة يوم روتيني عادي جدا، أنا بقالي أسبوع في نفس ذات الروتين، أنا بقالي كام سنة في نفس الروتين بتاع الشغل، بصحى بنام بروح الشغل. غيرك ما عندوش شغل، غيرك ما بينامش، غيرك بيصحى على اللا معلوم. انك تبقى في روتين انه انا بنام عشان اصحى عشان اروح الشغل. بسم الله ما شاء الله، انت بتنام وما شاء الله الله اكبر، بتصحى وبتروح الشغل اللي بيجيب لك فلوس اخر الشهر، اللي سترك ستر بيتك ستر عيلتك، وبتمتعض انه روتين. طب ربنا يا رب يجعل كل الناس في روتين زي روتينك. يعني الروتين مش وحش، كلمة أنا في روتيني، أنا في نفس حياتي، نفس الحياة ديت حاجة مش وحشة. وخلاص. وأعتقد أنه دي كانت فضفضة النهاردة. بعد ما الإنسان بيشرب كوباية الكافي بتاعته بيبقى في حتة كده كويسة،
وربنا يديم عليا وعليكم وعلى الناس كلها الثقة في الله واليقين ونعمة الرضا. وشكرا ان انتوا سمعتوني وانا بتكلم على مهلي.